رحمة إلى أهله وتحريرا وتبكيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله الفرد يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وبعض سورة البقرة وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه إلى المرحوم شيخنا الفاضل أبي فلوغاني وأصوله وفروعه وجميع العلماء الآمنين والصوفيين
والمؤذنين والمفسرين والفقهاء والمحدثين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعل أهلهم من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم إنا نتوسل إليك بأوليائك الصالحين أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام يا فعال لما يريد يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة وخصوصا على صاحب هذا المعهد العظيم اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذكرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat Pak, digolong istirahat ya. Kalau lagi mana kurang. Terima kasih.